النادي الافريقي ينتصر على نجم المتلوي. صحيح اليوم في سخانه كبيره في تيران، ما يتسمىش تيران بصراحه، يتسمى عباره كياس بيتون ارمي يلعبوا عليه مساكن حتى من سقيهم يتنفخوا بالسخانه. بصراحه النادي الافريقي اليوم جاب اغلى انتصار في الموسم، اغلى ما فماش كيفه الانتصار هذايا. خاطر نتذكروا عمناو الافريقي خسرت في المتلوي، سياساس خسرت في المتلوي، الانديه الكبرى الكل خسرت في المتلوي. تيغان بصراحه صعيب برشا باش تخرج حتى بنقطه التعادل. تسمى الافريقي سلكتها وبدات الموسم نتاعها بقوه. كما قلت انا قديده ما ينجمش يلعب من البدايه، ولعبوه ودخل في الدوزيام ميطون واعطى الافيكاس نتاعو صاحبي، وجاب بونتو. بصراحه جابه هو، صنعه هو وجابه هو مركه هو في الدقيقه 86. خويا النادي الافريقي المتلوي بصراحة في حرارة كبيرة برشا، فاقت يمكن 50 درجة، ارضية الملعب تصعب اللعب عليها، وكل دقيقة تتعدى تقول الماتش اهو وفاء 0-0. لكن النادي الافريقي عنده كلمة اخرى، الصدى قديدة، يدخل في منطقة الجزاء، يستلم الكرة وسط المدافعين، يحميها بجسمه، يدور ويضرب الكرة، والهدف الاول للنادي النادي الافريقي. الافريقي بصراحة يخطف 3 نقاط في اخر دقائق المقابلة. شفنا المقابلة بدات بريتم بطيء من كلتا الفريقين، من النادي الافريقي ومن ترجي ومن النجم المتلوي. نجم المتلوي بدا بادر ببعض الفرص، بصراحة بادر هو ببعض الفرص، عمل دخل على اليمين دخل على اليسار، فما توزيعات في العمق. ما النادي الافريقي قاعد يستنى. بصراحة الطقس ياسر خايب، التيران ما يساعدش على لعب الكرة. أهم ما فما كان إن بصراحة التروابا، لا تقلي أداء، لا تقلي لا تقلي معناتها لعب، لا فماش لا تكتيك، ما فهمش شيء. اعطيني التروا بوان، جابت التروا بوان وتوا تخمم في البارتي الجاية اللي مش تتلعب في رادس. شنو عمل ماهر الكنزاري في الشوط الثاني باش يقلب شكل الفريق؟ وهل الانتصار هذا دليل على ان الافريقي عنده شخصية البطل، ولا فما مشاكل هجومية لازم تتصلح بسرعة اليوم باش نفكك لكم الماتش لقطة بلقطة ونشوفوا شكون ربح المعركة التكتيكية في وسط الميدان؟ خليكم معايا خاطر الهدف متاع قديدة ما جاش بالصدفة. السلام عليكم. أولا كارتاغوس. النادي الافريقي يفتتح مشواره في البطولة بانتصار خارج الديار على نجم المتلوي بهدف لصفر. ماتش ما كان سهل بالمرة. تنقل بعيد، ملعب صعيب، حرارة أرضية ما تساعدش على لعب الكرة. نجم المتلوي سكر المساحات واستنى، ويحب يستنى غلطة من غلطات الافريقي على كوفران، على هجمة مرتدة يمركي ويعاود يسكر، ولكن هذا ما حدثش. ما صاحبي خويا العزيز اللي يحب النادي الافريقي، خلينا نبداو بتشكيلة النادي الافريقي. في حراسة المرمى نلقاو مهيب الشامخ، ياسين مرياح، عمار عبد الحق اللي انا اشد بمستواه، اللي خذا بلاصتو. بصراحة شاب صغير اما هو عنده بصراحة تالونتيو، عنده قوة عنده تركيز، بصراحة مش يخطف الأنظار في الموسم هذا. حسام بن علي، غيث الزعلوني، سيدو خان، معتز صدام، هيكل الشيخاوي في وسط الملعب. أيمن الحرزي اليوم رجع لبلاصتو اللي قلت عليها ونبهت عليها في الفيديوهات السابقة. لأيمن الحرزي ما ينجمش يلعب في وسط الميدان وقريب المعتز صدام، توا شد بلاصتو. بلال ايت مالك مستواه متذبذب، وتادوس انكانج. والمتلوي في حراسة المرمى نلقاو محمد عزيز البجاوي، عزيز الغريسي، أسامة الهيشري، إيران الغليلي، منتصر التومي، يوسف مراد، عامر بالغيث، براندون نانا، ياسين السلطاني، باسم الحاجي، محمد عامر الجويني، والمدرب أمين قارة، ومدرب النادي الأفريقي نعرفوه ماهر الكنزاري. بصراحة النادي الأفريقي اليوم ما قدمش إك المستوى الكبير. ما عمل بصراحة الشوط الأول غائب النادي الأفريقي، أما في الشوط الثاني مع التغييرات مع توصيات ماهر الكنزاري النادي الأفريقي تحسن نسبيا في الشوط الثاني، وتخلى برشا وعمل برشا فرص على خاصة على الجهة اليمنى.
حب يدخل في العمق، ما لقى برشا دفاع متكتل، دخل على اليسار وفي أرضية الملعب بصراحة أثرت بالشكل واضح على سرعة الكرة وعلى بناء اللعب، والحرارة زادت صعبت الأمور. في ظروف كما هذه الفريق اللي يحب يعمل تمريرات سريعة ويخرج بالكرة من الدفاع للهجوم يحتاج أرضية تساعده، لكن الأفريقي يلقى روحه في مباراة فيها احتكاكات، توقفات، كرات طويلة، صراعات بدنية. وخويا والنجم المتلوي فهم المعادلة وشد يلعب على الترانزيسيون وعلى الهجمات المرتدة. اما نشوف انا بصراحة مرياح رزين شوية، خاصة في التارتون، ما مش كيما يلعب في الجازون، مش كيما يلعب في التارتون. مستواه بصراحة انا نشوفه متذبذب، ولازم النادي الافريقي يفكر في اوكي خلينا نقولوا احنا إليي غوش اوكي، ويزيد يدعم الفريق باتاكون واحد اخر، خاطر تادو كانغ وقديدة شوية على النادي الافريقي بين بطولة وكاس رابطة الابطال. اوكي. الافريقي عنده الكرة اكثر في بعض الفترات في الشوط الثاني، عنده لاعبين في وسط الميدان عندهم مهارة فنية يساعدوا النادي الافريقي باش يمتلك الكرة باكثر وقت. وين اللاعب يدخل وراء الدفاع، وين الحركه اللي تخرج مدافعين متلوي من اماكنهم. تادوسن كانغ ما نجحش في هذه، ما نجحش باش يخرج مدافعين المتلوي ويلعبوا على الاجنحه مع غادي حسام بن علي وبلال ايت مالك، اما ما نجحوش في هذه الحقيقه متاع ربي. الشيخاوي وزدام كانوا يحاولوا يربطوا الوسط بالهجوم، لكن اخر تمريره ما كانتش موجودة بالشكل المطلوب. المتلوي من جهته ما كانش يحب يستحوذ، كان يحب حاجة واحدة يبقى في المباراة، والنتيجة خدمتهم تماما. 45 دقيقة تعدى 0-0 في الشوط الأول، والأفريقي يدخل للراحة وهو يعرف أن الشوط الثاني لازم يكون مختلف تكتيكيا وبدنيا ومونتالمون، واللي بتحب انت بالقوة لازم تمركي. الكنزاري شاف حاجة واضحة، الافريقي يحتاج سرعة اكثر، عرض اكثر، ومهاجمين عندهم قدرة اكبر على خلق المشاكل داخل 18. لانك اذا بقيت تلعب بنفس النسق المتلوي باش يبقى مرتاح، والحل ما كانش فقط في زيادة الاستحواذ، الحل كان في تغيير نوعية الهجوم. وفي الشوط الثاني الافريقي بدا يرفع النسق تدريجيا، المتلوي بدا يتراجع اكثر، المناطق والمساحات اللي كانت مغلقة في الشوط الاول بدات تظهر تدريجيا. لأن في المباريات كما هذه ساعات اللاعب اللي يدخل في الدقيقة 60 و70 يكون أخطر من اللاعب اللي لعب في البداية، وإحنا نشوفوا التغييرات اللي قام بها النادي الأفريقي جات بأكلها. خويا صدق قديدة وفيليب كيزومبي بدلوا وجه النادي الافريقي في الشوط الثاني. الافريقي ولا عنده حركة اكثر في الثلث الاخير، كيزومبي يعطيك السرعة والمواجهة الفردية، وقديدة يعطيك حضور داخل المنطقة ويعرف كيفاش يحط جسمه بين المدافعين والكرة، وهذا مهم جدا ضد دفاع متراجع، لأنك وقت اللي تكون المساحة قليلة ما تحتاج فقط لاعب سريع، تحتاج لاعب يعرف يقاتل على نصف فرصة، وهذا اللي حدث مع قديدة. خويا الافريقي يهاجم، الكرة تدخل للمنطقة وقديدة يكون في المكان الصحيح، يستلم وسط الضغط، المدافع قريب منه، لكن قديدة ما استعجلت، حط جسمه بين الكرة والمدافع، حماها، دار، شاف الشبكة، خلق لنفسه نصف متر. وفي مباراة كما هذه نصف متر يكفي تسديدة والكرة في الشباك. الافريقي واحد بلاش في الدقيقة 86، وبالنسبة للنادي الافريقي قتلة الطرح خويا، وثلاثة نقاط مضمونة. وهذا السؤال اللي باش يختلفوا فيه جماهير الافريقي الولاد، هل الاداء يطمئن اليوم كيريتو الاداء متاع النادي الافريقي؟ تحسوا في رواحكم مطمئنين اللي النادي الافريقي مش تربح جولي بالمالي ومش تتعدى بعد من مازمبي؟ بصراحة اكتبوا لي في تعليقكم، لأن البطولة طويلة والمباريات خارج الديار ما تربحهمش دائما بلعب الكورة، أحيانا تربحهم بالصبر ولا بمخالفة بضرب الجزاء. واللاعب اللي يدخل من البنك ويعمل الفارق، هل أنتم مع هذيك القديدة يقعد على البنك ويدخل في الديزيميتون، ولا تشوفوا أنتم يدخل من بداية المقابلة؟ اكتبوا لي في التعليق. ومبروك للنادي الافريقي على 3 نقاط، وتوجينا لآخر الفيديو الأولاد، ونقول لكم ما تنساوش هيك اللايك، اشتركوا في القناة، بارتاجيوا الفيديو، وتو نقول لكم استا لويغو.